السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كده. اللي مش غاوي يلبس ذهب او الذهب غالي ومش قادر يجيبه. فانا هعمل اكسسوارات، هعمل الدبلة وهعمل المحبس. انا عملت كده كده المحبس على قناة منوعات ومسلم ونصرة. المحبس اهو ولابساه فعلا اهو. آم، هعمل النهارده بقى الدبلة اللي قبل المحبس. الماتيريال اللي احنا هنحتاجه للعمل ده، طبعا اي عروسه تقدر تجيبه، اي بنوته تقدر تعمل المحبس، تلبسه كانه خاتم. ممكن تعمل خاتم بالطريقه دي باي شكل. انا هعمل قدامكم دلوقتي الدبله نفسها وبطريقه سهله وبسيطه جدا. هعملها برضو من الالماظ. تابعوني للاخر وهتشوفوها برضو لاي عروسه تقدر تلبسها. انا دلوقتي معايا النحاس الرفيع والتخين، ومعايا ادوات الشغل اللي انتوا عارفينها، معايا مسطره، ومعايا المقاس اللي انا المفروض ان انا باخد مقاس الخاتم او الدبله، علشان انا ما معيش هنا العداد بتاع المقاسات. فانا دلوقتي انا لما خدت، هقول لكم انا خدت المقاس ازاي، عشان دي برضو مشكله للي عاوز ياخد مقاس صبعه. انا طبعا ده مقاس صبعي، تمام. فانا هاخده على حاجه زي كده، اي حاجه مدوره بالظبط كده. وبعد كده انا هاخد هلف السلك اللي انا هشتغل عليه الشغل. ولما انا فعلا خدت الخطوه ديت وعملتها. يعني انا بصوا، انا مثلا خدت الخطوه دي اهي، عشان بس انا مش عايزه اعوج النحاس وافرده. ده اهو. انا خدت مثلا ده مقاس اهو، هقوم فارده المقاس عشان اقطع بقى الالماظ. وهشوف المقاس عندي كام. من اول هنا 7 سنتي بالظبط، 7 سنتي. انا هخدت هنا 7 سنتي. هظبط النحاس. وقبل ما اقطع، انا مش هقطع النحاس دلوقتي، انا هاجي في نهاية ال7 سنتي وهقوم تانية كده اهي، تمام. انا زودت نص سنتي علشان التانية من هنا الاخيرة. وهاجي بقى هقيس. انا هعمل هنا الماظ في الدبلة. انا عايزه اعرف العرض بتاع الالماظة اهو. اهو انا حطيت الالماظة. انا طبعا الطول انا هقصه دلوقتي معاكم، لكن انا عايزه اعرف العرض من هنا عشان اشوف انا هتني تانية قد ايه. اهو هاجي من اخر الحتة ديت وهقوم تانية كمان كده اهي. اهي هحاول بقى هقص، هخليها طويلة سنة كده عشان اشوف لو هحتاج الطول ده، يعني حوالي نص سنتي برضو. هاجي بقى بالبنسة المبططة، هحاول اظبط الطول او اظبط. عايزه اظبط خالص، انا مش عايزه اي تنيات في الدبله. ادا ال7 سنتي بتوعنا، وده الطول. انا لغايه هنا هشتغل، بعد كده هتني. انا هوريها لكم دلوقتي. هاخد طول معين من النحاس، اللي هو السلك الرفيع، اللي هو نص ملي. يعني هقول لكم كام علشان برضو يعني هناخد مثلا 80 سنتي كده، 80 سنتي. هاجي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط الالماس بتاعي. هاخد طول كده علشان ما يلخمنيش.
طبعا لو الشاكوش افضل طبعا. تمام. هاجي هنا اتاكد ان الالماظ جوه النحاس اهو. هقوم جايه بقى السلك، هسيب حته من السلك، هسيب حته كده وهقول لكم اللي في الاخر. وهقوم جايه هنا لفه. بسم الله الرحمن الرحيم. لفه لفتين. تمام. ده اول واحده. هاجي على اللي جنبها على طول اهي. واحنا كمان بنلف على على الالماظ نفسه، فاحنا بنلف على السلكتين فبنضمهم على الالماظ نفسه، فبناخد المقاس المظبوط. يعني ما تخافوش من الحركه دي. وبعدين هقوم لفه كمان لفه، واقوم جايه من ورا من هنا على اللي بعدها على طول اهي. انا سرعت لكم الحته دي يا حبايب قلبي، بس برضه هعلق بصوتي. طبعا انا هلف لفتين على كل عين من عيون الالماظ. الالماظ عندكم متقسم على عيون او وحدات، فاحنا هنكون بين كل واحده وواحده هنلف لفتين على السلك النحاس المتني. هنلف بالطريقه دي، وكل مره بنظبط لان السلك بيطلع كده بينزل بنظبطه. هو عامة احنا كل ما نظبط عين، العين اللي بعدها على طول بتبقى مظبوطة تبعها. فالحتة اللي هي المدلدلة الطويلة ديت برضو بنظبطها. هنفضل نلف بالطريقة ديت لغاية ما نخلص المقاس اللي احنا عايزينه. انا قطعتها اهو لان انا كده احتجت المقاس ده بس. هبدأ بقى ان انا الحتتين الطوال اللي انا قلت لكم انا هسيب نص سنتي طويلة دي علشان اتنيها واقص براحتي. انا تنيت واحدة وتنيت التانية اهو، وهضمهم قوي قوي لبعض. وبعد ما هضمهم ببعض وانا هاجي بقى بحتة السلك اللي انا كنت سايباها في الاول هبدككوا فيها على اساس ان انا زي ما يكون بخيطهم بابرة. بعد كده هجيب المقاس اللي انا بقيس بيه، وهقيس بقى الدبلة. اديني قستها اهو. هشوف بقى المقاس بقى اهو. بصوا شكلها حلو ازاي. انا بقى قست المقاس، هتني الاطرف اظبطهم علشان يبقى كله في دايرة واحدة. بعد كده هبدأ بالسلكتين دول ادكك كل واحدة في اتجاه، كل واحدة في اتجاه، بحيث ان انا اربطهم ببعض. لما كمان الحتة اللي هتبقى فاضية بقى اللي هي الوصلة اللي بينهم انا هحط فيها برضو تلات المظات كده عشان يبقى الدبلة كلها عليها الماظ من كل الاتجاهات، وما يبقاش فيه حتة باينة كده ان هي نحاس. انا خدت الحتة اهو، هي تلات وحدات. هلفهم بنفس الطريقة برضو، نفس الطريقة اللي انا بلفها برضو اهي. بصوا انا كبرت لكم الصورة عشان تشوفوها. والاسوره والخاتم اللي انا لابساهم دول انا عاملاهم على قناه منوعات ابو مسلم مناصره. هقص بقى السلك وهتنيه قوي قوي لفوق، واحاول ابططه في قلب الشغل في قلب الشغل بنفسه اهو، بحيث ان انا اللي يلبسه واللي يعمله ما يشكوش. طبعا انا اللي هلبسه لان انا عاملاهم ليا، فانا هظبطهم قوي اهو.
كده قست الدبله مقاسي، وهلبس فوقها بقى المحبس اللي انا عاملاه على قناه منوعات ابو مسلم. بصوا بقى زي الجاهز بالظبط. بس في نوع تاني بقى انا برضه هعمله قدامكم واوريه لكم.